مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو تكونوا بخير؟ انا اسمي زكريا الجمعة، واذا كنت عم تتابعني جديد لا تنسى تفجر اللايك وزر الاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا مثل ما انكم شايفين صار عندي كرسي جديد. هذا دعم من شركتي اللي انا بشتغل فيها، اسمها شركة العلياء. شكرا كثير لكم. يعني عم نشحت خلاص. طبعا بعتذر كثير على القطعة اللي قطعتها، ولكن كنت مرضى كثير قوية تقريبا. يعني 3 ايام تقريبا بالبيت، ما عم بحسن بتحرك. نزل علي مرضى كثير قوية، فالحمد لله رب العالمين اني شفيت منه وطلعت الحمد لله رب العالمين. طبعا الترند تبعنا لليوم هو ترند، يعني اكيد بتعرفوا انتم، نزلت غنية لشيرين هو العمر اتغير، فطبيعي يغير ملامحنا. المهم هذا هو. جبت هيك كم فيديو، حبيت عرفت شلون اني بدي اشوف كيف كان قبل وكيف صار بعد البني ادم. يعني بدي احط هيك انا من عندي انه شو راح يتغير. اوه ماي جاد، واو. فاذا حطيت قلت رح يتغير 9% او 10 مثلا بالمية او 7%، فانه تغير كثير، يعني انه تتغير كثير. اذا حطيت انه لا 2% رح تتغير او 3%، فانه خلاص ايش بكون. بعرفكم هيك مثلي. فاسف على المقدمه الطويله، ولكن يعني مضطر، يعني مشتاق لكم، والله مشتاق لكم كثير. يعني انتم حبايبي، انتم جايزاتي. خلينا نبلش. العمر فطبيعي يغير ملامحنا. ايش اللي شفته انا؟ شفت شلون الولد وقت كان صغير ايش عم بصير؟ ليك مصدوم. لكن التغير اللي تغيره عن جد تغير كوني. ويعد يعني مو اكثر من 10%، يمكن بعطيه 20% التغير، يمكن 360% بالمليون، لاني كثير تغير. ما شاء الله، كان الله يحميك وانت صغير وانت كبير، ولكن جود يعني. العمر اتغير. والله جايز يعني هي صغيرة وكتير حلوة، يعني شقرة عيونها زرقاء. ايش رأيكم؟ فطبيعي ملامحنا. مو لانه حطت الحجاب، طبعا الحجاب كتير حلو عليها وهي حلوة، ولكن حسيتها وهي صغيرة احلى. ما بعرف ليش، بس انه حسيتها احلى هيك، كانت مبينة بالصورة، رغم انه الصورة كتير قديمة بس كانت مبينة احلى يعني. فيعني بعطيها 5%. عفوا 5/10. على 5%. يا زلمة طول. معلش معلش، لسه هاي أول مرة بنبلش تقييمات، فيعني عادي اتس اوكي. العمر يغير ملامحنا. ما شاء الله كان، تبارك الرحمن. يعني تغير تغيير كتير، يعني بهالتغير يعني أنا بعطيه 9/10. 9/10، لأنه يعني ما بعرف، هي الفترة اللي بكون فيها يمكن متصور هو يمكن عمره 17 يا 18 سنة، كل واحد مجعلك. طبعا ما تطلعوا علي تقولوا لي انت لحد الان مجعلك، بس يعني انه واحد بكون مجعلك كثير، فانه تخيل تغير كل هالتغيير. ملامحه بتتغير، فطبيعي يغير. مين؟ هي شاب ولا بنت؟ بدي ارجع اعيد الفيديو لاني انا ما، لا هي صغيرة مبين ولا هو كبير. انا فجرت. لا لا، بنت. بنت من الحلب. بعرف تقولوا لي في شباب، بس يعني انه والله ما مبين. ما بعرف انا هدول هيك البنات اللي بيحلقوا شعرهم هيك، ليش بتحلقون هيك؟ ما بعرف اصلا بنات شعرهم يعني انه ما تدخل تقولوا لي والحجاب انا عم بحكي انه كهيك، يعني انه الانثى شعرها طويل لازم تكون. هالفيديو ده جيب كثير عياد، ما بعرف ليش، ولكن متبرر من حالي. فأنا بعطيه 4/10.
مو قصة تنمر وهيك، بس أنا هيك، أنا هدول أنا عم بعطيها تقييمي، وانتوا ايش تقييمكم؟ حطوا لي مثلا الفيديو رقم 4 بعطي تقييم كذا، انتوا كمان حطوا تقييم بما ان انا وحيد. ملامحه بتتغير. ما شاء الله كان هي طلع يعني انه هيك تفاصيل وجهها ما شاء الله كان كتير حلوة. اكيد رح هي كبيرة رح تكون ملكة جمال. العمر بتتغير، طبيعي يغير ملامحنا. طب انا هلا اشتغل يعني شفت صورتك وانت صغيرة، انت كبيرة ليش مخبية وبحط حيطة الجهاز؟ لا وحيطة على الكاميرات هي انه يعني مشان ما نعرف ايش الجهاز، ترى مبين هو ايش الجهاز ما بنعرف بس، ولكن اوف شوي. انا ليش رحت على الجهاز؟ وجهك ليش مالك مطالعتي؟ نحن لازم نقيم. انا اذا اقيم مثلا على صورتك القديمة بقول لك 10 من 10 لانه حلوة، بس هون ليش خايفة؟ شوفي اكيد عاملة شيء. انا ما بعرف بدي اشغل كونان. في شيء اكيد. أنت عبقري، أنت عبقري يا أكمن شيء لا يوصف. أنت داهية. لانه مخبية وجهك رح اعطيك 3 من 10. لو مالك مخبية، لو بدي اعطيكي على الصورة قلت لك بعطي 10 من 10، ولكن لاني خبيتي وجهك ف 3 من 10. ملامحه بتتغير، فطبيعي يغير. ما شاء الله. انا هذا الفيديو كان ما لازم اعمله تقييم، كان لازم اعمله مين بتجوز. يعني مين بختار، ولكن ما شاء الله كان مبينك ما هي كبير، يعني مبينك تقريبا عمرها 25 هيك شيء بحط لها يمكن على الصورة اللي ما بعرف اني كبرت على الصورة هيك مبينة يعني، ولكن ما شاء الله كان يعني بعطيها 8 من 10. تستاهل 8 من 10. ما بدي اقول لك 10 من 10 لانه الكمال لله عز وجل. الله اكبر. طاهر القلب نقي ذاكر لله. وهذا الفيديو تبعنا اليوم، اذا عجبك لا تنسى تضغط لايك، زر الاشتراك، تعليق حلو منك وشير لرفقاتك خلينا نكبر اكثر. وبرجع بقول لكم هذا هو حسابي على الانستغرام ونفسه كمان على تيك توك، يعني روح اعمل لي ميشن، اعمل لي شغلات حلوه خلينا هيك ننصدم. انا مش ما بفتح كثير هدول السوشيال ميديايات الا الانستغرام يعني، ولكن انه ما بشوف مشاكل كثير. تمام، ففرجونا ايش في مشاكل هيك احكشوا لنا يعني نشوف ايش القصه. حبايب قلبي سلام، خذوا لفه كمان. يا زين بس اعرف ليش عم تضرب. ما في شيء.